ازاي اعرف ان الكمبيوتر بتاعي اتعمل عليه هاك؟ يعني هي المؤشرات او الحاجات اللي لو لاحظتها في الجهاز بتاعي اعرف ان هو معمول عليه هاك في الوقت الحالي، وايه هي الكاونتر ميجرز او الاجراءات المضاده اللي بيها اقدر اوقف الاختراق ده في اسرع وقت ممكن، واقدر بعد كده ان امنعه انه يوصل للجهاز بتاعي اصلا. كل ده واكتر هنعرفه في الفيديو ده، فلو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك واعمل لايك للفيديو، ويا ريت لو تعمل شير علشان غيرك يستفيد. ويلا بينا نبدا. اولا لو الكنترول اوبشنز والسكيورتي اوبشنز يكون معمول لهم ديسيبل، لازم تعرف ان الهاكر اول حاجه بيعملها انه بيحاول يتحايل او يعدي الانتي فيروس الخاص بيك. يعني عندنا مثلا في الويندوز اكتر من حاجه، عندنا الويندوز ديفندر وعندنا الويندوز فايرول وعندنا الانتي فيروس بروجرام اللي انت بتسطبه. الثلاثه دول بيبقوا اول خط دفاع ليك، وده اللي بيمنع الهاكر اصلا. علشان كده هو بيحتاج ان هو يعمل لهم ديسيبل علشان يبقى ليه مطلق الحريه على الجهاز عندك. وبرده الكنترول اوبشنز، يعني لو انت مش قادر يبقى ليك اكسس او مش قادر توصل او تتحكم في التاسك مانجر او مثلا الريجستر اديتور، وحتى لو مش قادر توصل للويندوز ديفندر او الانتي فيروس بروجرام اللي انت مسطبه، او لقيتهم معمول لهم ديسيبل، او حتى لقيت برنامج انتي فيروس متسطب عندك وانت اصلا مش فاكر انك سطبته في يوم من الايام، فدي كلها علامات ومؤشرات على ان في عمليه اختراق موجوده دلوقتي على الجهاز بتاعك. اشعارات الانتي فيروس المزيفه، ما حصلش ليك وانت شغال على جهاز الكمبيوتر في وقت من الاوقات انك لقيت رساله طالعه من الانتي فيروس بيطلب منك مثلا انك تحدثه، او ان لازم تعمل كلين، فبيعرض عليك هو برنامج لعمل كلين للملفات المؤقته علشان يزود بيها سرعه الجهاز ويزود البرفورمانس او اداء الجهاز ككل، او انه اكتشف فجاه حاجات كتيره كده وحطها لك في لسته وقال لك لازم مهم جدا ان احنا نتخلص من الحاجات دي، وبيقول لك على الحل كمان تعمل ايه بالظبط. لو شكيت في الرسائل دي او لقيتها بتتكرر بشكل ملفت، فاعرف ان في دلوقتي عمليه هاك بتحصل على الجهاز بتاعك. ايقونات غريبه على الديسكتوب، احيانا الهاكر بيسطب برامج علشان تساعده انه يبقى ليه اكسس على الجهاز بتاعك، والبرامج دي ممكن تظهر قدامك على الديسكتوب بامتداد او الاكستنشن بتاعها ممكن يكون .exe، فاوعى تحاول انك تفتح البرامج دي وتحاول تسطبها وتعرف هي بتاعت ايه بالظبط او بتعمل ايه. يعني مثلا واحد من الناس كان بيحاول يفتح حاجه زي كده ويقول ده ممكن يكون جزء من برنامج عندي انا بشتغل عليه اوريدي دلوقتي، ولو حذفته ممكن يعمل لي مشاكل في البرنامج ده، وانا ليا شغل كتير على البرنامج ده، فهو خايف انه يحذفه، فبيقول انا افضل سايبه عندي على الديسكتوب ومش هقرب منه لا يحصل اي مشاكل عندي. وده طبعا خطأ كبير، برنامج ما تعرفوش احذفه واخلص. وطبعا انت بتبقى عارف البرامج اللي انت شغال عليها وسايب لها وليكن شورت كات على الديسكتوب عندك فقط لا غير، فزي ما قلت تاني برنامج ما تعرفوش شيله واخلص. الكمبيوتر بطيء، ايوه زي ما سمعت كده. لو الكمبيوتر بطيء او بيهنج بالرغم من انك مشغل عليه حاجات بسيطه جدا، ما تستدعيش ان هو يبقى فيه التقل ده كله او يبقى فيه البطء ده كله. ده ممكن وانا بقولها لك ان جهازك يكون تم اختراقه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك لان الهاكر بيحمل فيروسات او ميل ويرز على الجهاز بتاعك، والميل ويرز او الفيروسات دي بتستهلك من امكانيات الجهاز زي الرامات والبروسيسور وطبعا حاجات تانية، فانت بتلاحظ ان الجهاز بتاعك بطيء بدون اي سبب منطقي كده. لو عايز تعرف اي برنامج استهلاكه عالي في الوقت الحالي، بتفتح التاسك مانجر وبتشوف الاستهلاك العالي سواء في الرامات او البروسيسور او حتى النتورك، ولو شاكك في اي برنامج انت مش شغال عليه اصلا اعمل له اند تاسك، وبعد كده طبعا ابقى ادخل اعمل له ان انستول لو انت ما تعرفش البرنامج ده. مؤشر الماوس او الماوس بوينتر، احيانا بنلاقي مؤشر الماوس بيتحرك لوحده كده حتى لو لثانيه، وبتبقى حركه غريبه مريبه كده. لو اتكررت اكتر من مره فاعرف طبعا ان الجهاز بتاعك معمول عليه هاك. وبرده لو لقيت مؤشر الماوس بتاعك بيتحرك حركه غريبه زي انه بينقل ملف من مكان لمكان او بيحذف ملف او بيحاول ان هو يسطب برنامج، فدي علامه اكيده ان معمول عليك هاك، انا مش لازم اقول لك. وحاجه كمان، لو حاولت تيجي بمؤشر الماوس كده على التاسك مانجر عشان تفتحه او الانتي فيروس او الريجستر اديتور او الفاير وول او الويندوز ديفندر او الكلام ده كله، لو جيت تحرك بس مؤشر الماوس عليهم كده ولقيت مؤشر الماوس بيروح منك في مكان تاني، فاعرف ان دي علامه اكيده على وجود عمليه اختراق على الجهاز بتاعك. الكاميرا او الويب كام، بلاحظ ان في ناس بتكون حاطه شريط اسود او بتكون حاطه لزقه سوداء على الكاميرا بتاعته الويب كام في اللابتوب، طبعا بيكون خايف ان حد يعمل عليه هاك ويفتح الكاميرا بتاعته وهو ما يعرفش. هتلاحظ لو فتحت الكاميرا او لو جيت تشغل الكاميرا كده هتلاقي ان في لمبه ليد بتنور جنب الكاميرا، دليل على ان الكاميرا بتاعتك اكتف او الكاميرا بتاعتك شغاله في الوقت الحالي. فلو انت ما بتستخدمش الكاميرا في الوقت الحالي او لو مش مشغل اي برنامج خالص، تاكد من الحته دي سواء زوم او سكايبي او ايا يكن من البرامج دي اللي بتستخدم الكاميرا، لو انت بتستخدمش اي من البرامج دي ولقيت اللمبه بتاعتك اللي هي جنب الكاميرا دي بتقيد وتطفي لوحدها، لو الحوار ده اتكرر اكتر من مره فاعرف ان في حد بيحاول يعمل عليك هاك في الوقت الحالي او ان اتعمل فعلا عليك هاك. واعرف برضو ان طالما وصل للكاميرا بتاعتك عادي جدا انه يوصل للمايك، عادي جدا ان هو يدخل يسرق الملفات اللي على الجهاز بتاعك. البراوزر او المتصفح، لو لقيت حاجات جديده في البراوزر زي ادز اون جديده انت ما سطبتهاش، او حتى تول بار انت مش فاكر انك ضفتها، او صفحات مضافه عندك في الفيفورتس او البوك ماركس انت ما تعرفش عنها اي حاجه، فدي بتكون طريقه من الهاكر انه يتجسس عليك ويعرف استهلاكك من الداتا.
والداتا دي اصلا عباره عن ايه. وممكن كمان يوجهك لصفحات وهميه علشان تدخل يوزر والباسورد بتوعك فيسرقهم ويغيرهم، فاخد بالك من اي حاجه غير طبيعيه تشوفها. وطبعا لو جيت تدخل على اي موقع او تدوس على اي لينك لقيته بيوجهك وبيعمل لك ريدايركت على مواقع تانية مجهوله، ممكن الصفحات دي اصلا ما تفتحش، مش بس انك تحط يوزر وباسورد، لا انت يا دوب بس انك دوست على اللينك ممكن الصفحات دي اصلا ما تفتحش. او ممكن برضو عن طريق ان عارف انت الصفحات اللي هي بتطلع لك بوب ابس دي، الصفحات اللي هي بتفتح في ويندو خارجيه لوحدها دي برضو بتكون علامه على ان معمول عليك هاك في الوقت الحالي. استهلاك النت. لو الهاكر قدر يوصل للجهاز بتاعك فبامكانه طبعا ان هو يسرق ملفات زي ما هو عايز، وطبعا نقل الملفات ده من الجهاز بتاعك للجهاز بتاعه او لاي سيرفر تاني وهمي هو عامله بيستهلك نت. لو شكيت في حاجه زي كده ممكن تفتح الداتا يوزج وتشوف البرامج اللي بتستهلك نت كتير. لو لقيت برنامج ما تعرفوش تقدر تبحث عنه وتشوف ده لازمته ايه او بيعمل ايه اصلا في الجهاز بتاعك. الباسوردات. اول ما الهاكر بيخترق الاكونت بتاعك اول حاجه بيعملها هو انه بيغير الباسورد. فلو انت بتحاول تدخل على الاكونت بتاعك ولقيت ان الباسورد غير صحيح او بتكتبه اكتر من مره وبرده في ايرور مع انك مش فاكر انك غيرته اصلا، فاعرف ان دي علامه على اختراق على الاكونت بتاعك. لو تقدر في لحظتها طبعا لو لسه الهاكر ملغاش اي اكسس ليك على الاكونت سواء للريكفري او غيره، تقدر تغير الباسورد وتفعل اعدادات الريكفري كلها. طبعا كل الاجراءات المضاده هنقولها في الاخر الفيديو. السوشيال ميديا اكونتس او حسابات السوشيال ميديا. لو لاحظت حاجات غريبه بتحصل على الاكونت، يعني مثلا ان عدد الاصدقاء عندك بيزيد بطريقه غريبه وانت مش عارف مين الناس دي اصلا وامتى ضفتهم، كمان لو لقيت محادثات بينك وبين اي حد وانت مش فاكر انك اتكلمت معاهم، كمان لو لقيت صفحات بتظهر لك على انك متابعهم وانت مش فاكر اصلا انك عملت لهم فولو، فدي طبعا علامات على ان الاكونت بتاعك معمول عليه هاك. ملفات مفقوده او ميسنج فايلز. قلنا لو الهاكر قدر يوصل للجهاز بتاعك فهو بامكانه ان هو ينقل اي ملفات من الجهاز بتاعك للجهاز بتاعه عادي جدا، وخصوصا الملفات المهمه سواء طبعا صور او فيديوهات او ملفات مهمه تبع شغلك الى اخره. وممكن برضو يحذفهم من عندك ويساومك عليهم لانه عارف اهميه الملفات دي بالنسبه لك. فلو لقيت ان في ملفات مهمه اتحذفت من على الجهاز بتاعك وانت مش فاكر انك في يوم من الايام عملت لهم ديليت، فاعرف ان دي علامه ان الجهاز بتاعك معمول عليه هاك في الوقت الحالي. ملفات خاصه اتسربت. طبعا مش محتاجه كلام انك لو لقيت ملفات متسربه ليك على النت زي وليكن صور او فيديوهات او برضو ملفات مهمه وانت مش فاكر انك في يوم من الايام رفعتهم على موقع معين او حتى اي موقع من مواقع السوشيال ميديا اللي احنا بنرفع عليهم كل حاجه دلوقتي، صور وفيديوهات وكل حاجه عننا في اي مكان بنروحه، لو لقيت الملفات دي انت اصلا ما رفعتهاش قبل كده على النت ولقيتها متسربه في كل مكان، فاعرف برضو ان دي علامه ان اتعمل عليك هاك. حسابك البنكي. اي هاكر عايز يضرك يا اما هياخد منك ملفات مهمه زي وليكن صور وفيديوهات الى اخره وبعد كده يساومك بيها علشان ياخد منك فلوس، وبرده ممكن يشفر لك كل ملفاتك اللي على الجهاز ويساومك بعد كده انه يقدر يرجعهم لك تاني لو اديته مبلغ معين. فالفكره الغالبه على حوارات الهاكرز دي بتكون عباره عن فلوس، فما تستبعدش ان لما يوصل للجهاز بتاعك ممكن يدخل على اكونت البنك ويحول فلوس ليه، سواء طبعا بنسبه بسيطه كل فتره بدون انت ما تحس او حتى ممكن يصفر لك حسابك مره واحده. طبعا الجهاز بتاعك انت بتدخل منه على اكونت البنك عادي جدا، ممكن تكون مسيف كمان الداتا بتاعتك. الكاونتر ميجرز او الاجراءات المضاده. نيجي بقى على الكاونتر ميجرز او الاجراءات المضاده اللي بيها نقدر نحمي نفسنا من كل ده. لو لقيت طبعا او كان عندك ذره شك انك معمول عليك هاك بناء على كل العلامات والمؤشرات اللي احنا قلنا عليها قبل كده، فاول حاجه لازم تعملها هو انك تفصل الجهاز بتاعك عن النت. هتفصل طبعا كابل الايثرنت او كابل النت عن الجهاز بتاعك، او لو انت طبعا داخل على واي فاي فهتعمل ديسيبل للواي فاي. تاني حاجه نعمل سكان على الجهاز كله علشان نحذف اي فيروسات ممكن يكون الهاكر زرعها على جهازك. تالت حاجه هنعمل انستول او هنحذف كل البرامج اللي انت ما تعرفهاش ولقيتها متسطبه على جهازك. رابع حاجه وبكررها تاني وتالت ورابع ومليون، يا ريت نستخدم في بي ان واحنا بندخل على النت خصوصا في الاماكن العامه اللي احنا بنكون فرحانين ان سرعه الواي فاي هناك عاليه جدا. خامسا هتكلم اصحابك وتعرفهم ان الجهاز بتاعك او الاكونت بتاعك معمول عليه هاك في الوقت الحالي، لان الهاكر ممكن عن طريقك بعد ما طبعا سرق الاكونت بتاعك ممكن يسرق اكونتات اصحابك ويفيروس لهم اجهزتهم كمان. فضروري انك تعرفهم ان محدش يفتح اي لينكات او يشوف اي رسائل مبعوثه من الاكونت بتاعي في الوقت الحالي. سادسا هنستخدم كمبيوتر تاني علشان نعمل ريسيت لكل الباسوردات ونفعل طبعا التو فاكتور اوثنتيكيشن. ضروري جدا ان احنا نفعل التو فاكتور اوثنتيكيشن واللي بتبعت رساله تاكيد لرقم موبايلك، فلو الهاكر اصلا معاه باسورد الاكونت ما يقدرش يدخل برده من غير موافقتك. لو بتشيك على حسابك البنكي من فتره للتانيه وحسيت ان في فلوس بتنقص منه
تقدر تكلم البنك وتخليهم ان هم يجمدوا حسابك في الوقت الحالي، وتشيك معاهم على اخر معاملات ليك، وتتاكد من كل حاجه حصلت على الحساب بتاعك في الفتره الاخيره، وليكن اخر شهرين 3 مثلا. بالنسبه للليد انديكيتور او اللمبه اللي هي جنب الكاميرا اللي احنا قلنا عليها، لو لقيتها فيها نفس المشكله دي دور على البرامج اللي بتستخدم الكاميرا، زي وليكن عندنا زوم او سكاي بي او غيره زي ما قلنا. لو مفيش اي حد من البرامج دي بيستخدم الكاميرا في الوقت الحالي، ممكن يكون هو اللي عامل المشكله دي. اول حاجه هتعملها طبعا هو اننا هنعمل ريستارت للجهاز. لو لسه المشكله موجوده افصل الجهاز عن النت وحاول تعمل ريستارت برده. لو لسه شغاله ممكن يكون الكاميرا نفسها فيها مشكله، او ممكن تجرب الخطوه الجايه لزياده التاكيد. الخطوه التاسعه هو ان احنا هنعمل فورمات للكمبيوتر. طب ليه كده؟ مش احنا عملنا سكان بالانتي فيروس وخلصنا وخلاص من الحوار ده؟ هقول لك برده لا، ممكن يكون الهاكر لقى طريقه انه يهرب بيها او يعمل ايفيد من الانتي فيروس. يعني ممكن يكون لسه في فيروس على الجهاز بتاعك وانت ما تعرفش. فزياده اطمئنان هنعمل فورمات للجهاز ككل وننزل نسخه جديده. برضو خليني اقول لك ان في العادي جدا لازم يكون نسخه الويندوز عندك اب تو ديت او نازل لها اخر التحديثات، وطبعا تكون عامل تحديث للانتي فيروس اللي عندك. ودي كانت كل حاجه عن ازاي تقدر تعرف لو الجهاز بتاعك اتعمل عليه هاك، وايه هي العلامات او المؤشرات اللي من خلالها تقدر تعرف الكلام ده، وطبعا ايه هي الاجراءات المضاده اللي بيها نقدر نحافظ على الكمبيوتر بتاعنا وعلى ملفاتنا. اتمنى اني اكون افدتكم في الفيديو ده ولو بنسبه بسيطه، وانا عارف ان اغلبكم ممكن يكون عارف كل اللي انا بتكلم فيه ده، لكن برضو لازم تكون واخد بالك وعامل احتياطاتك طول الوقت. واخيرا لو عندك اي سؤال او لو عندك اي استفسار ما تنساش تكتبه في الكومنتات وانا هرد عليك. ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل بقى اشترك دلوقتي واعمل لايك للفيديو، ويا ريت لو تشيره كمان علشان غيرك يستفيد. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.